إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعي تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين. وأن المساجد لله، هذا عنوان من آية الوحي يبرز فيها الله جل جلاله أن المساجد لله، والمسجد في هذا العالم، في عالم الدنيا، له رسالة شريفة جليلة تتجلى في عديد الأمور. الأول أن المسجد تقام فيه الصلوات، والصلاة عماد الدين، والصلاة صلة بين العبد وربه. قال ربنا في آي القرآن: أقيموا الصلاة، وهو ما أكده الحديث النبوي الشريف أن إقامة الصلاة الركيزة الثانية بعد التوحيد. في حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5. المسجد تقام فيه الصلاة، المسجد يبنيه الأوفياء المؤمنون، كل بما يقدر عليه. قال ربنا في سورة الحديد في الآية 7: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الكل ينفق بما يقدر عليه. هذا المسجد ما بني إلا باجتماع الطاقات، باجتماع النيات، بتضافر الجهود. هناك من أنفق برأيه، والرأي رزق، والرأي كنز. قال الشاعر: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول، وهي في المحل الثاني. هناك من ينفق بما يملك من فكرة ورأي سديد. هناك من ينفق في بناء المسجد بعرق جبينه. هناك من ينفق بماله بجهده، رجالا نساء صغارا كبارا، كل من موقعه. وما قدمتم من جهد في بناء هذا الصرح، هذا المسجد المبارك، ومع أول جمعة تقام في مسجد بر الوالدين، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم جميع الأعمال، وأن يثقل بها موازين الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا المسجد له رسالة تتجلى فيما يلي. أولاً: الرسالة الإيمانية التعبدية
الإيمان هو ما جاء به النبيون والمرسلون. أعظم كنز يملكه الإنسان هو الإيمان. لذلك قال ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. كل ما يدعو إلى تمتين الإيمان وتقويته مطلوب، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال الله تعالى في سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. عقيدة التوحيد الأصل الأصيل الذي اجتمعت عليه الرسالات والنبوات. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي، يوحى قراءتان، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ونحن أمة مسلمة مطالبة بأن ترعى الإيمان وأن تزرع الإيمان وتدعو إلى الله إلى طريق الإيمان، كما قال القرآن في سورة يوسف. الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في الآية 8 بعد 100 الأولى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله عز وجل في سورة النحل الآية 125: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والأمة مطالبة بأداء هذه الرسالة، بتبليغها، لأنها هي الأمة الشاهدة على الناس، كما قال الله عز وجل في سورة الأنبياء الآية 92: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتكررت الآية بالصيغة نفسها مع اختلاف طفيف في سورة المؤمنون الآية 52: وإن قراءتان: هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وكأن القرآن يريد منا أن ننصهر في جسم هذه الأمة. نعم، نملك انتماءات، كل منا ينتمي إلى حيه أو حومته أو عرشه أو بلديته أو دائرته أو ولايته أو وطنه، فتتسع الالتزامات باتساع الانتماءات، وتتعدد الالتزامات بتعدد الانتماءات. ثم أن الله أراد منا أن يزرع فينا انتماءنا إلى أمة الإسلام. في عديد الآيات يرسخ فينا هذا الانتماء ويزرعه. وقال أيضا في سورة البقرة في وسط السورة الآية 143: قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة، تكرار لفظ الأمة. ونقرأ ذلك أيضا في السنة النبوية، كما في دستور المدينة في وثيقة المدينة قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمة واحدة من دون الناس، أمة متميزة بإيمانها، بعقيدتها، بصلاحها، بحضورها، بشهودها، بأداء شهادتها على الناس. لأن أمة الإسلام مطالبة أن تشهد على جميع الأقوام السابقة، بل وعلى جميع الأنبياء. هل بلغوا؟ هل أدوا الرسالة؟ هل برأوا الذمة؟ ونحن نشهد بأن جميع النبيين وجميع المرسلين بلغوا الرسالة، لأنهم تلقوا الأمر الذي ورد في القرآن: وما على الرسول إلا البلاغ. عودة إلى الآية 143 من سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه الأمة الوسط
للدين الوسط، لتلتزم خط الاعتدال والوسطية، لأنه أطول نفسا، لأنه بهذا الاعتدال والوسطية، بالتزام هذا الخط الآمن، سنبلغ دعوة الله بأمن وأمان، بسلم وسلام، لاستمالة قلوب العباد إلى طريق الحق. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالرسالة الأولى إذن رسالة إيمانية تعبدية، ونقرأ في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثانيا، المسجد مطالب بتحقيق الرسالة التربوية من خلال غراس القيم، من خلال زرع القيم التي تحفظ الإنسان وتحقق له توازنا: الشرف، الوفاء، الأمانة، المحبة، الاحترام، النظافة، رعاية حقوق الجار، رعاية حقوق الوالدين، بر الوالدين، وغيرها من القيم. هذه القيم إذا حضرت فينا سنحقق شهودنا الإيماني والتربوي والحضاري. أما إذا غبنا عنها أو غابت عنا فلا قيمة لوجودنا في هذه الحياة. ربنا جل جلاله مدح نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو الذي يقول لنا جميعا: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي الرواية التي خرجها الإمام البخاري في كتاب آخر، ليس في كتاب الصحيح، بل في الأدب المفرد، رقم الحديث 173: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقال أيضا: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال أيضا: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. المسجد إذن يؤدي رسالة تربوية من خلال زرع القيم، زرع الأخلاق، من خلال حراسة القيم، من خلال البناء التربوي للإنسان. وكلنا في حاجة ماسة إلى أن نرتقي في مدارج الأخلاق. والرسالة الثالثة تتجلى في الرسالة الدعوية. المسجد وسيلة للدعوة إلى الله، يجتمع فيه المؤمنون والمؤمنات لتدارس أمور دينهم ثم للانتشار في هذه الدنيا. فإذا انتشرت هممنا في هذه الحياة ندعو إلى الله على بصيرة، كما قال القرآن: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وفي سورة النحل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فانتهاج المنهج القرآني في الدعوة إلى الله يحقق الفاعلية من خلال استمالة قلوب الناس إلى معرفة الحق واتباع طريق الحق. أستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. ثم تأتي الرسالة العلمية. إذا قرأنا التاريخ، تاريخ الأمة عموما وتاريخ الجزائر خصوصا، يتجلى لنا على وجه القطع واليقين أن المساجد كانت تؤدي هذه الرسالة التعليمية. الجامع اسمه يدل عليه، يجمع ويؤلف ويوحد ويعلم. مما قرأناه في التاريخ أن المساجد كانت مجالس العلم تعمر مساجدنا في مختلف فنون المعرفة، في مختلف العلوم. هذا ما أنبأنا به التاريخ، وهذه رسالة المسجد. لابد أن نعمل جميعا. المساجد التي أنفقت عليها الأموال الكثيرة والجهود الكثيرة والأوقات العزيزة الكثيرة، لا بد أن نتعاون جميعا على البر والتقوى، وتعاون على البر والتقوى. ومن باب التعاون أن نجتهد في توفير أسباب وظروف تحقيق هذه الرسالة، رسالة المسجد التعليمية. لأن العلم شرفه الله، هو الذي قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وكأن الله يريد أن يقول لنا: الإيمان إذا كان مسبوقا بعلم صار هذا الإيمان نافعا لصاحبه، نافعا لغيره، لأن منطلقه العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال ربنا في سورة الحشر وفي سورة فصلت، قال في الآية 53: قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فصلت 53. وقال في سورة ياسين الآية 36: سنريه، قال: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقد ختمت الآية بهذه الصيغة ليظل الإعجاز العلمي قائما مهما ارتقى الناس في علومهم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، إشارة إلى الانبثاث الزوجية في هذه العوالم، ما نعلم وما لا نعلم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وتأتي الآية 49 من سورة الذارية تؤكد هذا المعنى: ومن كل شيء خلقنا زوجين. آيات كثيرة تدعونا إلى التأمل والنظر وطلب العلوم وتحصيل العلوم والمعارف وبلا حدود، إلى أن تنتهي حياتنا، وحياتنا قصيرة ولو طالت. تلكم هي رسالة الجامع في حياتنا. نسأل الله أن نتعاون جميعا من أجل تحقيق رسالة المسجد بجميع أبعادها وبجميع آفاقها. وإذا اجتهدنا في تحقيق ما نستطيع حقق الله لنا ما لا نستطيع. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على نعمة هذا المسجد وسائر النعم. الحمد لله على نعمة الإسلام وسائر النعم. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين،
وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم زدنا إيمانا، اللهم زدنا تقوى ويقينا، اللهم زدنا ألفة وأخوة ومحبة وسعادة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين، اللهم ارحم شهداءهم واجبر مرضاهم وكسراهم وجرحاهم. اللهم احفظ بلادنا الجزائر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. استووا استقيموا رحمكم الله، استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.